تعرف ان الاكتئاب والقلق وبعض الالام زي الام المفاصل والعضلات والفايبرومياليجيا المرض العصر الناس كلها بتتكلم عنه بيكون سببها هي معدتك؟ حقيقي فعلا. نعرفها ازاي دي بقى وايه السبب؟ معاكم الدكتور عمرو ابو العينين استشاري التغذيه العلاجيه. فعلا اكتر اسباب الاكتئاب والقلق والخوف والاضطرابات النفسيه بنسبه كبيره جدا بيكون سببها المعده او الامعاء. ازاي الكلام دوت؟ انا اقول لحضرتك. الامعاء والمعده مربوطه بالمخ بتاعنا بالفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر مباشره. والعصب الحائر ده فيه الياف عصبيه طالعه من المعده والامعاء للمخ والعكس طبعا من المخ للمعده والامعاء. طيب ازاي بيبقى القلق والاكتئاب سببه المعده بتاعتي؟ في جزء مهم جدا جوه الامعاء بتاعتنا اسمها الميكروبيوم او البروبايوتكس او البكتيريا النافعه. ايه دورها؟ لها دور مهم جدا في الامتصاص بتاع الاكل اللي بناكله، وكمان لها دور مهم جدا في الناقلات العصبيه اللي بتدخل في تركيب هرمونات السعاده زي السيروتونين والدوبامين. طب احافظ عليها ازاي دي او ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان حضرتك بالفاست فود، بالاكلات السوبر ماركت، بالدهون الزياده، بالنشويات المباشره والسكريات البسيطه بتموت البكتيريا النافعه او الميكروبيوم اللي موجود في الامعاء ده، فبتاثر بطريقه غير مباشره على هرمونات السعاده زي السيروتونين زي ما قلنا والدوبامين، النقلات العصبيه بتقل، وبتاثر برضو على امتصاص المواد الغذائيه اللي موجوده في الاكل بتاعنا. حتى لو باكل اكل صحي الامتصاص بيقل. المشكله الاكبر من كده ان لها دور مهم جدا في المناعه. يعني انا لما بموت البكتيريا النافعه دي بالانتي بايوتكس المضادات الحيويه عمالين ناخدها عمال على بطال، والاكل الغلط اللي بناكله، فانا باثر كمان على المناعه بتاعتي، فبالتالي يبدا يحصل التهابات في الجسم بتاعي، ويبدا يحصل الام في المفاصل والام في العضلات ومش معروف السبب، ونلف في نفس الدايره وناخد مضادات حيويه تاني وعلاجات مسكنات تاني. وهو المشكله كلها ان انا اظبط اكلي واحافظ على البكتيريا النافعه الميكروبيوم في الامعاء بتاعتي، كل ده هيتظبط. احافظ عليها ازاي؟ هنقول ايه الاكلات اللي تزود الميكروبيوم في الفيديو الجاي ان شاء الله.